أهلا بكم وفيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة. انتهت مباراة الزمالك وحرس الحدود بفوز الزمالك 3-2. قدم الزمالك في الشوط الأول مباراة قوية فيها كل فنون اللعبة، ولكن الشوط الثاني بقيادة حمادة القلاوي حكم المباراة استطاع أن يحرز حرس الحدود هدفين. اتكلم عن الحكم واتكلم عن الزمالك كان في الشوط الاول كويس، ولكن الحكم جه في الشوط الثاني قلب المباراة وادى الى توتر المباراة. لو لاحظنا الزمالك في الشوط الاول كان بيلعب كرة سريعة، ما كانش بيدور الكرة، كان بيلعب على طول على الهجمات، وكان نجم المباراة في الشوط الاول والثاني محمد شحاتة، وهو مستقبل نادي الزمالك. لحد امتى الحكام هتفضل بقلة الخبرة جول، بالسوء جول، بعدم المعرفة جول، بالتحيز جول؟ آه مش عارف. ربنا سبحانه وتعالى سموه العدل، فاحنا مش عايزين غير العدل في المباراة بتاعت الزمالك القادمة. مش عايزين غير العدل، مش عايزين حد يظلمنا ولا نظلم حد. ولكن الحكم كان سيء في الشوط الثاني، وكاد الحرس أن يتعادل مع الزمالك، اللي اللياقة البدنية بتاعت الزمالك هبطت، زائد سوء التحكيم أدى إن الشوط الثاني الزمالك فيه ملعبش كورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.